في احد الجولات تاعنا في العاصمه تلاقيت مجموعه من الشباب. قال لي واحد الشباب هو ما على بالوش باللي التجمع الوطني الديمقراطي منذ المؤتمر الوطني السابع وهو من ولايه لولايه ويحرط في الميدان. هو يعتقد انه كاين البعض ممكن اللي ما يتابعوش منذ اشهر، شاف انه هناك حركيه ربطها في عقله الباطن بال تعيات المقنعه. علاش خويا العزيز؟ حنا نبانو من اجل اننا نروجوا المرشحين تاعنا، اعطينا مرشح دوك حنا نحطوه لك في القائمه الانتخابيه تاع لاراندي. واش قال لي؟ قال لي انا نخاف نمد لكم مرشح يزيد حتى هو ما يكونش في مستوى التطلعات تاعنا. ها قلت له واش ندير لك دوك؟ انت من الاول راك هذا المرشح بالك ولاش صاحبك وجارك راك قاري فيه النقص، واش راح ندير لك؟ لا، احنا جماعه لازم نقراو الخير في بعضنا. صحيح انه كانت هناك بعض الامثله السيئه في الماضي، لكن الامثله السيئه في الماضي لا تغنينا على قراءه، ما تغنيناش على انه نقراو الخير في بعضنا، نقراو الخير في النوايا الصادقه. وخير النوايا الصادقه لخدمه البلاد انه شفتوا السياسي الاول في البلاد السيد الرئيس عبد المجيد تبون، واكيد انه الكثير من السياسيين لما يكون هناك مثال جيد انها تقتدي بذلك المثال الجيد وتحاول ان تمثل كل المكونات السياسيه احسن تمثيل.